السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده صينيه فراخ بالبصل المكرمل بتاعت زمان كده، مريحه حلوه دي. نسمي بسم الله وندخل على المقادير. معايا هنا 3 او 4 بصلات مضروبين في الكبه كده نص ضربه، او انا عايزاهم يكونوا خشنين ما يكونش ناعمين يعني. ومعايا الفراخ بتاعتي مغسوله كده غسله كويسه ومتنضفه تنظيفه كويسه. ومعايا طماطمايه كبيره كده مبشوره. والتوابل بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا وسبع بهارات. انزل كده بكميه البصل بتاعتي كده في الصينيه، وعليهم التوابل بتاعتي. نص معلقه من السبع بهارات، نص معلقه من الفلفل، نص معلقه من البابريكا، ومعلقه الا ربع من الملح، وحسب برضو الكميه اللي انت بتعمليها. وادعك بقى كده البصله بالتوابل دي كده كويس بالشكل ده كده. دعكت كده البصله كويس لغايه ما نزلت معايا الميه بتاعتها. الفراخ معايا مغسوله غسله كويسه ومتنضفه تنظيفه كويسه. بنغسل الفراخ بليمون ودقيق وملح، وبنسيبها كده منقوعه في الليمون والدقيق والملح بتاع ساعه. الخلطه دي كده بتخلي لك الفراخ ريحتها جميله قوي، ما فيهاش اي زفاره خالص. امسك بقى الفراخ بتاعتي كده ادعكها كده بالبصل والتوابل كده دعكه كويسه. دعكت بقى كده الفراخ بتاعتي بالبصل كده والتوابل. انزل عليهم بطماطمايه مبشوره. بس ادعك بقى كده الفراخ برضو بتاعتي كده بالقوطه. بس وخلصت كده صينيه الفراخ على كده. حاجه مفيش اسرع من كده ولا احلى من كده. طعمها عايزه اقولك ان طعمها زبده، اقسم بالله العظيم طعمها جميل. هغطيها بقى كده بورقه فويل وادخلها بقى كده على الفرن على طول. بصوا بقى الجمال ده. بتاخد معاكي بالظبط من نص ساعه لساعه الا ربع، وحسب كميه الفراخ اللي انت هتعمليها. واول ما تلاقيها استوت معاكي شيلي ورقه الفويل وافتحي عليها الشوايه. بصي بقى الصوص اللي الفراخ غرقانه في الصوص اللي فيه دوت. كميه البصل الكتيره اللي احنا عملناها ديت عامله صوص جميل. اعمليها بقى، اعملي جنبيها كده بقى مكرونه او شويه رز وسلطه. حاجه كده وجبه للغدا بجد ممتازه. بصي بقى الفراخ. انا اصلا ما كنتش عارفه امسكها لانها كانت سخنه جدا. الفراخ دايبه كده عامله زي الزبده بالظبط. اتمنى تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم، وما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم.